السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير. المهم واحد التوضيح الخوت، واحد الجرائد مني كانت المظاهرات السلميه الشم كاع ما خرجوا، تا ولات ناض الفوضى وناض داكشي كامل، عاد شفتهم كيصوروا تيلوحوا فيديوهات، زعما ما كانوا في شي بلاصه من غير الكوكب اللي عايشين فيه حنا، ما كانوش في المغرب، واقيلا كانوا مسافرين، جاو المغرب حتى ناض الصداع ياك وحشوم. الله ياخذ فيكم الحق، سمعتوني؟ الله ياخذ فيكم الحق. تركبوش على الموجه باش ديروا البوز، باش تجيبوا مشاهدات، باش تطلعوا ريتش على ظهر الشعب. انتوما كتقولوا جالي ديال الشعب وصوت الشعب، فين هو الشعب؟ ماشكمش كاع دويتوا عليه كاع. القضيه فيها شي حاجه اخرى ولا الله اعلم؟ اينا فاهمين والو حنا. شكون ديما كيطلع لي اللايف ديالكم ديما كدويو، شكون كاع ما دويتوا على هادشي ملي كانت المظاهرات سلميه وملي كانت احتجاجات وملي كانوا ناس كبار عقلهم واعيين ومثقفين وقارين خارجين يدويو على الحقوق ديالهم، كاع ما داشوا بورطاجات معاهم، كاع ما استجوبتوهم، ما داشوا حتى شي حاجه. كانت البلبال عاش واش كتصوروا وكتلوحوا. من هنا كنعرفوا ان بعض الجهات ما عرفناوش معانا ولا ضدنا، ما عرفناوش معانا مع الشعب ولا ضد الشعب، وكتخدم غير المصالح ديالها. من الاخر تيبان لي انا حشومه هادشي هذا، والله شي حشومه قسما بالله. راه كاين الله، ديروا باللي راه كاين واحد الحساب وراكم، الدنيا راه فايته، ومني غنمشيو عند الله لهيه قولي راه كذبنا ونهبنا وزورنا وما خلينا ما درنا، فهمتي؟ المهم هذا ميساج وصلتو، سلام عليكم. وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشعب؟ لكل هؤلاء أقول كفى، واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.